السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتوا في تيك توك بيقولوا الدخله دي بتجيب مع ابو طارق ومسيد، فقلنا نعملها النهارده. انا معايا يعني اثنين من عناتيل الكوره العالميه بل الاوروبيه بل المحليه، ناس يعني ما شاء الله. كابتن حسام حسني والله شرفنا ومنورنا في البرنامج المحترم ده. الله يخليك. العنتيل الثاني كابتن مصطفى الصحار، يعني اسم يعني ياما زي تيشيرتات كوره. يعني نحب بقى نستغل اللحظه دي بالظبط ونبعت مباركه لباشمهندس عمرو الصحار، يعني ربنا رزقه بمولوده جديده. هنا عمرو الصحار، ربنا يبارك لك فيها يا معلم وتبقى احسن بنت في الدنيا. يا نخش في الموضوع ده. خش في الموضوع نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. طيب دلوقتي ان شاء الله الفتره الجايه فيها حدث مهم جدا، بس انا ما اعتقدش ان في حد يعرف عنه حاجه، الا وهي ان احنا ان شاء الله نهائي بطوله افريقيا يوم السبت. بجد يا مش مصدق نفسي. مفاجاه نهائي بطوله افريقيا. خليني اديكم شويه معلومات كده عن اللي هيحصل. هو مين اللي هيلعب مين؟ مين اللي هيلعب مين اصلا؟ فريق مصري ايه بيراميدز. ايه ده؟ هو الاهلي مش هيلعب؟ لا بطلنا يعني السنه دي طلعنا منها معلش. اوفر اكتنج وفريق صن داونز. المهم يعني عندنا شويه معلومات كده عن نهائي دوري ابطال افريقيا. هيتلعب السبت الساعه 4 ان شاء الله في جنوب افريقيا. بعد كده لحد 1/6 في مصر في 36 يونيو. نهائي بطوله كبيره ومحدش بيتكلم عنه. بالظبط. فليه محدش بيتكلم عنه؟ قول لي انت الاول ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني ليه محدش بيتكلم فيه حدث؟ محدش بيتكلم عنه عشان الاهلي مش موجود في البطوله. لو بس الاهلي لو كان موجود في النهائي كانوا هيعملوا بروباجندا كبيره جدا. الاهلي بيلعب بطل افريقيا، زعيم القاره اللي ما جابش فرقه زيه، بوم بلا بلا بلا. ماشي، مش مشكله. بس الحمد لله الاهلي خرج السنه دي. معلش انا اسف. بيراميدز فرقه برضو مش احنا بنعملها، اللي هي فرقه مش مصريه. مش مهم اللي هم بيلعبوا عادي، ما حدش بيتكلم. احنا بنتكلم في مصر. عبد الله السعيد هيجدد، مش عارف الزمالك ايه، ما حدش بيجيب سيره الكوره في مشكله مع الاهلي، ما حدش بيتكلم اللي رامي ربيعه مشي من الاهلي. بس حاصرين اللي احنا بنتكلم عن مشاكل بسيطه عندنا، بس سايبين اللي فرقه مصريه هتلعب نهائي قاري، وده حدث المفروض حاجه كبيره جدا. ايوه يعني احنا متفهين من دور بيراميدز اللي هو بيلعب بطوله قاريه. انت انا كحسام بقى شايف ان ده حدث مهم المفروض انت الناس المفروض تتكلم عنه، ولا الفريق او الفريقين او البطوله او الحدث ده ملوش اهميه؟ خليني اكلمك بناحيه ثانيه. لو الاهلي في النهائي او الزمالك في النهائي هيبقى فيه سوكسي ليهم ولا لا؟ هيبقى فيه سوكسي اكيد. لو كان في ماتش، لو الاهلي او الزمالك برضو هم اللي عندهم النهائي ده، كان الماتش اللي قبل النهائي كان يتاجل لهم ولا لا؟ كان يتاجل لهم. انت مقلل من دور بيراميدز، مش مديله اهميه الاهلي والزمالك. مين اللي مقلل؟ كدوله، كاتحاد كوره، كرابطه، كان المسؤولين عن الكوره. يعني انا عايز اختلف معاك في دي، بس اقول رايي بعد ما نسمع راي العنتيل التاني كابتن مصطفى الصحار. الله يخليك. طيب بص، طول ما مفيش جمهور لفرقه هي مش هيبقى ليها اي ظهر. يعني في الاخر يعني الكوره اهم حاجه فيها الجمهور. فانا دلوقتي كواحد مقدم برامج هطلع اتكلم عن بيراميدز، خلاص انا بتكلم معاك برضه بشكل بسيط. مين مهتم؟ انا بالنسبه لي كواحد زملكاوي انا هتشد اكتر لما افتح الاقي عبد الله السعيد مثلا في حوار مع النادي، فعايز اعرف ايه اللي هيتم. صح. مش عارف مين هيجدد، مين مش جاي، المدرب اللي جاي ممكن يبقى مين، طب هنعمل ايه الماتش الجاي، طب اصل حلمي طولان طلع قال انا كنت مرتضى الف من 5 سنين تعالى، حوارات. انا بالنسبه لي هتشد اكتر للقصه دي. لكن هتطلع تتكلم عن بيراميدز، والله ده رمضان مصاب مثلا، والله ده ابراهيم عادل جاهز، مش عارف النبي ولا، مش هتلاقي برضو الاهتمام. فانت عايز تقول ان الجمهور انه ملوش ظهر في جمهور، هو ده السبب الرئيسي الموضوع مش مهم؟ بالظبط. انت ما فيش اهتمام كبير من حد بالفرقه، فبالتالي ما فيش سبوت عليها. بس انا شايف برضو الموضوع بقى اوفر قوي. يعني انا ما شفتش اي فيديو في ال3-4 ايام اللي فاتوا دول بيتكلم عن بيراميدز خالص. يعني حرفيا لو في واحد مسحول في حياته ومش مركز، اتسحل مثلا النهارده وبكره والسبت كان عنده مشوار، ممكن تيجي الساعه 6 7 بالليل يفاجئ ان بيراميدز كان بيلعب في الفاينل بتاع بطوله افريقيا. ففعلا في تعتيم صح؟ تعتيم حلو. في تعتيم اعلامي شديد على الموضوع، مع ان انا شايف ان لا، البطوله لو بيراميدز خدها طبعا نجاح شديد. تاني حاجه هتوصل كاس العالم بتاع 2029 مع اكيد فرصه كبيره للاهلي انه ياخد البطوله في سنه من ال3 الجايين، او حتى يتاهل باعلى نقط بتتجمع في البطوله والكلام ده كله. فانت ممكن كاس العالم اللي جاي يبقى عندك فرقتين من مصر. اعتقد ده هيبقى نجاح رهيب، يعني نجاح للدوله. تخيل عندك فرقتين من مصر هيخشوا لهم عوائد ماديه كبيره، هيشاركوا في بطوله كبيره، فلا الموضوع طبعا هيبقى كويس قوي. يعني انت رايك ايه؟ يعني بص، انا بحب دايما ان انا اخد الموضوع من اساسه شويه. انت كنت في موضوع جمهور، وانا شايف ان هو نقطه مهمه جدا، بس اهميتها انا من الاخر لو بلعب في الاهلي ولعبت ماتش وحش ولا عملت اي حاجه ونزلت اشتريت زبادي من السوبر ماركت، اكيد هلاقي حد هيسبني، اكيد هلاقي حد هيشتمني يقول لي انت ايه. 100% اللعيب بتاع بيراميدز بيلعب ماتش
خلص الماتش يرجع ولا كأن صباح النهارده كان الفل. بيعمل اي حاجه، لا هو مجرد شغلانه. ده حقيقي. الناس في بيراميدز بقالهم سنين، وانا اعتقد ان ده سبب كل حاجه بتحصل في بيراميدز، مش حاسين ان في حد ضاغط عليهم، سواء الضغط ده ايجابي او سلبي. النقطه بتاعت الميديا اللي انت بتتكلم فيها دي، هو مين اللي بيعمل ميديا؟ هو يعني حاجتين، يا اما القنوات والمنصات الرسميه بتاعت اي قناه وكده، يا اما مشجعين. والنسبه الاكبر للمشجعين، ناس عندهم فولورز على اي بلاتفورم من البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا بيقعدوا يحطوا فيديوز وهكذا. مين هينزل الكلام ده؟ انت بتضحك على ايه؟ تمام. عايز أعمل- يعني بلاش. كنت عايز ده اللي انا كنت لسه عايز اقوله. الايام مم. دلوقتي لو الاهلي بيلعب مم. النهائي ده، وانت انا زملكاوي وانت راجل اهلاوي، جدا. وجيت قلت لي تتمنى مين يكسب، الاهلي ولا اكس من الفرق اللي بيلعبها؟ انا كراجل زملكاوي اقول لك ايه؟ اكيد الفرقه الثانيه. اكس اتمنى اكيد، عشان الجاب يقل ومش عارف ايه. ايه ده؟ هيجي واحد يقول لك لو انا بقى راجل مشهور، ايه انت راجل مش وطني، انت ازاي مش بتشجع الاهلي؟ ده الكوره المصريه لازم تكبر والضحك على الدود. طب ما هي نفس القصه. ده اي بالظبط. كلام. لا، ده هي نفس اللي احنا بنقوله على الاهلي او على الزمالك باختلاف الاثنين. هقوله عربيا، هي مش فرقه مصريه. هو مش دي لو خدتها هيزيد من عدد البطولات الافريقيه في مصر؟ هقول لك على حاجه. ايوه يعني خلينا بنتكلم في الكلام التقليدي اللي احنا بنتكلم الاهلي بيلعب نهائي افريقيا، الزمالك عايز الاهلي يخسر. طبيعي. بالعكس، الزمالك بيلعب نهائي افريقيا، الاهلي عايز الزمالك يخسر. بيراميدز بيلعب، جمهور الزمالك ماشي هيبقى الزمالك بيراميدز يكسب الدنيا تمام، لكن جمهور الاهلي اكيد عايز بيراميدز يخسر. انا كنت بتفرج على القهوه ماتش بيراميدز واورلاندو في الذهاب، بيراميدز جاب جونين واتلغوا، كان واحد اوفسايد واحد مش فاكر، كان الجونين كانوا اوفسايد تقريبا، او في جون كان اوفسايد مش فاكر، بس في جون اتلغى اوفسايد. الناس في القهوه قعدت تسقف لما الجون اتلغى، وجمهور اهلاوي. فهي الناس كجمهور الاهلي مش عشان تلاقي المشاكل بقى والتنشن اللي موجوده والكلام ده، ولا ايه رايك؟ بص يعني صح جدا جدا، بس في نفس الوقت انا كاهلاوي اتمنى ان بيراميدز يخسر عشان خاطر المشاكل اللي ابتدى بيها وهكذا. النقطه اللي انت قلتها بتاعت ان الاهلاوي اتمنى الزمالك يخسر والعكس دي صح، بس صح عشان في فرق بطولات، فاحنا بنعد انا فرق بيني وبينك قد ايه وهكذا. لكن بيراميدز ما عندوش غير بطوله دلوقتي. لما بيراميدز يبتدي يبقى عنده بطولات ويبتدي يبقى بيشكل ضغط عليك، انت كزملكاوي هتتمنى ان هو يخسر، والاهلي نفس الكلام. فهي جايه، او يعني لو وصل لمرحله انه عنده بطولات هيحصل الحته دي. لكن دلوقتي هو مجرد فريق مصري، فانت انا يعني معاك. فرحان بيه ان هو في هذا الليفل يعني، بس في نفس الوقت انت ما عندكش حاجه تخليك تقول ان انت بتتمنى ان هو يكسب يخسر، لان الراجل بعيد قوي عنك. صح، بس انا كمصري لا، انا عاوز بيراميدز يكسب، اكيد مش عاوز صن داونز. صن داونز قبل كده كسب البطوله انا بكلمك على الكوره المصريه. انا عايز صن داونز يكسب. ماشي، دي حاجه ترجع لك. انت جنوب افريقي؟ ابن بريتوريا. انا عايز صن داونز يكسب بصراحه. لو الاتحاد هو اللي بيلعب النهائي هتلاقي مصر كلها ورا الاتحاد. دي حاجه. بس لو مصر لو مقصه، الاتحاد- لا، عشان لو كده مصر مقصه بيلعب النهائي هتلاقي مصر كلها بتشجع مصر مقصه. صح. لكن بيراميدز عشان التنشنه مع الاهلي والقصه دي كلها، فاكيد الناس مش عايزه بيراميدز تكسب، فهي كيس مختلف يعني. ما فكك من الشعارات ووطنيه، ده جو لا بعيد تماما عن ارض الواقع. واللي بيقول كده بس بيقول كده عشان بيطلع قدام التلفزيون، ولازم يبقى راجل فير بشكل ما يعني. دلوقتي احنا بنتكلم على الفاينل، فعايزين نتكلم فاينل ايه؟ يا عم البطوله بتاعت يوم ماشي، السبت يا عم، خلاص. الفاينل نسيت، بتاع افريقيا. نسيت. حط بقى احمد رمزي. الدرجه دي مش مهم. عايز ادي بس شويه فان فاكتس على جنوب افريقيا. اشرحها دي، انا اشرح. بلاتفورم يا عم، يا عم بلاتفورم ماشي. فان فاكتس عن جنوب افريقيا قبل ما نتكلم. هل تعلم ان جنوب افريقيا ليها 3 عواصم؟ بجد؟ والله بتكلم بجد. اوه لا. والله للأسف. فيكتوريا وكيب تاون وبلوم فونتن. وات؟ واحده دي تنفيذيه، المعلومة- واحده اداريه، واحده تشريعيه. طب معلومه فان فاكت تاني عن جنوب افريقيا، في دوله اسمها ليسوتو. اوه عارفها. ليسوتو دي كلها جوه جنوب افريقيا، حدودها كلها جنوب افريقيا. بجد؟ انا لسه كنت بفكر لو اطلع في الفاينل الصيف. اللي جاي عن دوله بتفكر تطلع ليسوتو. طيب بيراميدز وصل ازاي؟ الحمد لله على السلامه. هل يستاهل يوصل الفاينل؟ هل البطوله دي مهمه اصلا في المرحله دي؟ احكي لي كده بيراميدز وصل ليه ويستاهل ولا لا؟ هو مجهز صن داونز. هو مجهز صن داونز، انت فاكر بيراميدز؟ سعد ليه؟ تمام؟ قدر الله وقدر. ايوه وصل. مكتوبه، كله مكتوب يا عم. كل ده كاميرا شاي جدا. طب ممكن تسويتش على فكره، سويتش عشان انا هضحك. عشان انا دمع بس. زوم زوم. من على رجل امين. بيراميدز وصل الفاينل، الحمد لله على السلامه. والفاينل يوم السبت. الساعه 4. هل يستاهل انه يوصل الفاينل السنه دي؟ والله بص، دي تاني سنه لبيراميدز في بطوله افريقيا. السنه اللي فاتت كان رحلته قصيره، كان دور المجموعات عنده تقيل جدا، كان معاه مازيمبي.
كان معاه صن داونز وكان معاه فرقه تعبانه مش فاكرها. المهم ان هو خرج من المجموعات واتكل على الله. السنه دي دور المجموعات كان سهل بالنسبه له. يمكن انا معايا شويه احصائيات كده، بيراميدز لعب دور تمهيدي اول ودور تمهيدي تاني، فهو ابتدى من خطوه ورا شويه عشان يمكن مش قديم في البطوله. فدي كانت خطوات سهله. وبعد كده دور المجموعات كان سهل جدا انا من وجهه نظري. كان معاه سجراده، كان معاه فرقه اسمها مش عارف انطقها اصلا، وكان معاه اسمها ديجو ما اقول لك يعني ليبا. اي حاجه. وكان معاه الترجي. اللي خدمه ان هو اول ماتشين خد مكسب وتعادل، وبعد كده خسر من الترجي في الذهاب، ودي هبقى اتكلم في نقطه فيها. نقطه التحول في البطوله بالنسبه له هو ماتش العوده بتاع الترجي، لان هو كان خسران 1-0 لحد اخر لحظه، قدر يتعادل ويكسب في الاكسترا تايم او في الوقت بدل ضايع. ده اللي خلاه بقى 7 نقط، خلاص هو اتأهل. لو كان خسر الماتش ده اعتقد كانت الدنيا معاه هتبقى مذبذبه. اوكي طيب عشان ما اطولش في الحته دي، هل بيراميدز يستحق التاهل؟ يستحق التاهل. طريقه ما كانش صعب قوي برضه، ما كانش سهل برضه، ما كانش سهل. بس هو يعني الماتش بعد ما تأهل كان لاعب الرجاء صح ولا لاعب مين بعد التأهل؟ الجيش الملكي. الجيش الملكي كده اورلاندو. ماشي صح اورلاندو في النص. الجيش الملكي يمكن هو عمل حاجه كويسه جدا، ان هو عرف يكسبه في الذهاب سكور عالي. خلاص كسبوا 4-1. كسب في الذهاب 4-1 والنهائي في العوده خسر في العوده. فهو مكسبه في الذهاب ده سهله الامور في ان هو يعدي. اورلاندو عرف يعمل ماتش كويس في الذهاب، ان هو يلعب بره ارضه ما يخسرش، فقدر في العوده ان هو يلم. هل دي ماتشات جامده؟ مش اقوى حاجه. يعني الجيش الملكي مش هي الفرقه الخطيره، اورلاندو مش هي اقوى فرقه في جنوب افريقيا، فيعتبر طريقه ما كانش برضه صعب نسبيا. اختم بس هنا في الحته دي، النقطه اللي انا خايف عليها في بيراميدز ان بيراميدز بره ارضه نتائجه مش كويسه. يعني هو الجيش الملكي بعد ما كسب 4-1 كان خسران 2-0 في العوده، ويمكن الماتش ده كان هيجي الثالث ويروح، فانت حتى ما فيش خالص. ماتش اورلاندو يمكن ده افضل ماتش عمله شويه، ما يعني عمل ماتش بره كويس. لو جينا في المجموعات الترجي كسبه 2-0 في الذهاب، فبيراميدز بره ارضه مش كويس خالص. الترجي كسبوا 2 زي ما قلت، والجيش الملكي كسبوا 2 كسبوا 2 برضه. الماتش الذهاب هيبقى في سان داونز في جنوب افريقيا، بريتوريا. عايز تعرف اسم الملعب؟ اسمه لوفتس فيرسفيلد. اوكي برضه معلومه مهمه جدا. طيب. يعني بيراميدز محتاج ماتش الذهاب يعدي على خير، لان هو ممكن يفاجئ ان هو الذهاب اتضرب 3-4 بقى ماتش العوده ملوش اي لازمه خالص. طيب شكرا. عفوا. شكرا جدا. الله يخليك. مصطفى خايف على سان داون على بيراميدز من موضوع الماتشات اللي بره. ايوه انت شايف ان هي دي مشكله بيراميدز؟ بيراميدز عنده مشاكل كتير جدا في خط الدفاع والحارس بتاعهم، خط الدفاع كله وخط النص. هو اقوى خط عندهم خط الهجوم. مين اللي كان واقف في ماتش مصر وغانا 6-0 6-1؟ شريف إكرامي. لا وبعد كده خرج ونزل مين؟ احمد الشناوي. ماشي. الاثنين صعبين. ماشي. ودول كانوا فورمه ساعتها. يعني عندهم حارس المرمى صعب جدا. الاثنين خط قلب الدفاع علي جبر واحمد سامي، الاثنين اصعب من بعض. الاثنين الباكين محمد حمدي الشيبي، الاثنين في الهجوم حلوين قوي. خط النص عندهم برضو مشكله اكتر. الاثنين في النص بلال التوريه او وليد الكارتي، الاثنين برضو كبار في السن. يعني وليد الكارتي 32 او 33، بلال التوريه برضو نفس الكلام. هو احسن ما فيهم برضو الى حد ما مهند لاشين، يعني افضلهم. ومعاهم قطه احمد عاطف قطه ناو هو في الاتوبيس وطلع يقول له نياو. فخلينا نرجع لمرجوعنا. فاحسن الاماكن اللي عندهم الجناحين مصطفى فتحي وابراهيم عادل والمهاجم طبعا. فهم ده افضل حاجه عندهم. لكن في المطوشه هتلاقيهم في الاصعب حاجه عندهم في المطوشه بتاعه الدوري كلها عدد الاجوان اللي بتخش فيهم. حتى في المجموعات بتاعه افريقيا هم طلعوا تاني وهم متساويين مع النقط مع الترجي بسبب فرق الاهداف. هم بيستقبلوا اهداف بطريقه صعبه جدا. فانا اخشى عليهم برضو هناك في بريتوريا. برضو اسال الاهلي واسال الزمالك، هم كانوا بيشيلوا هناك ويرجعوا. فربنا يستر عليهم. يعني بيراميدز مشكلته السن، مشكلته ان هو بيخسر بره او نتائجه بره وحشه. بيراميدز مشاكله كتير جدا على فكره جدا. يعني بيراميدز بيخش فيه جوان كتير جدا. بيراميدز مره واحده بيفقد تركيزه تاني ملوش اي ضغط. انا بقول لك وهنتكلم في الموضوع ده، بيراميدز هيخسر الفاينل. بيراميدز غير مجهز ان هو يعدي فاينل زي ده. هيبقى عليه تشجيع جامد جدا من كل حاجه في الدوله ومش عارف ايه، بس في الاخر بيراميدز لو حصل في الماتش اي حاجه مفاجاه بيراميدز هيقع جدا. مفيش اي حماس يعني حاجه كده جواك ان انت لا انا لازم اكسب. يعني الموضوع كله تحسه مادي مع شويه اعلام مع كذا، لكن مفيش اي ظهر. فهو موضوع السن ده عامل، موضوع ان هو بيلعب بره وحش ده عامل. دفاع وحش قوي يا جماعه، بيخش فيه جوان كتير جدا. ده حقيقي. دفاع وحارس مرمى وحشين جدا. ده حقيقي. بس هو عمل مجهود
يستاهل يوصل الفاينل، أكيد. يستاهل يوصل فاينل جدا. بالظبط. بس يا جماعه الفاينل اصلا يعني من يعني فين الاهلي؟ فين الزمالك؟ فين الوداد؟ فين الرجاء؟ في فرق كتير قوي مازيمبي. يعني بطوله افريقيا لسه مهمه اصلا بس خلينا نتفق على حاجه ان ولا البطوله الكونفدراليه يعني؟ لا كده الكونفدراليه. خلي بالك الكونفدراليه دي اللي خلت الاهلي ياخد نادي القرن صح او كاس الكؤوس يعني عشان الجماعه اللي بينخروا ورانا. طب نخرج بره دي. البطوله بشكل عام لا بقت ضعيفه يعني. ودي حاجه اتوقع برضو يعني الاهلي بصراحه يعني ساعد فيها بشكل كبير. انت زمان كنت بتروح تلعب الترجي في تونس الان، كنت بتروح تلعب الوداد في المغرب الان، تروح تلعب مثلا في نيجيريا، تلعب في السودان. الاهلي في خلال ال10 سنين اللي فاتوا لا هو حرفيا معلم على كل الفرق في ارضها. يعني الترجي اعتقد بقى بيخاف اصلا انه يلعب الاهلي في تونس قبل مصر. صح. الاهلي اعتقد كانت بدايه نفس الكلام. الوداد الاهلي واخد بطوله من ارضه بعد ما كان عامل هنا نتيجه سلبيه، يعني هو تعادل هنا 1-1 بيكسب هناك. عبد المنعم. انت فاهم قصدي؟ فحتى انا هناك لما محتاج اكسب مش هقول لك محتاج اتعادل، محتاج اكسب، لا جاب المكسب. البطوله برضه بتاعت وليد سليمان اللي هي 2012 اعتقد وكسب 4-1 تونس الترجي في النهائي. بطوله محمد يوسف مش فاكر 12 ولا 12. نفس الكلام برضه انت متعادل هنا اعتقد ورحت هناك عملت سكور هايل. فانت بقى عندك دلوقتي لا البطوله ضعيفه. في مفاجاه. الاهلي مش هو السبب في كده، الاهلي مش قصدي كده انا قصدي بالنسبه لنا كمصريين انا ما بقاش عندي خوف ان انا اروح العب في تونس بس في المغرب. بس معلش ده الاهلي حتى 2020 نهائي الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي معديين الرجاء والوداد، الزمالك كسبان الرجاء في المغرب صح كده كان كسب اعتقد 1-0 او 2-0 في الذهاب 1-0 بس هو كان في ماتش شباب بلوزداد خسروا كام هناك الزمالك. انا بتكلم في السيمي فاينل اللي هو الاثنين كان 2 من مصر مع 2 من المغرب. احنا خلصنا من هناك. فانت اوريدي لا الدنيا بقت ضعيفه. بص على منتخبات دلوقتي، منتخب المغرب في كام لعيب محلي؟ مفيش غالبا خلاص. منتخب السنغال واخد بطوله افريقيا قريب، واخد كان قريب وصل كام لعيب في السنغال. حتى الفرق حتى القويه في افريقيا بقى عنده بالكتير قوي لعيب او 2. لو قلنا المغرب السنغال ممكن تلاقي 0 تلاقي 23 كلهم. ممكن اقول رايي في الموضوع ده قبل ما اسالك سؤال ديمقراطي جدا؟ اتفضل. مش ده السبب، هقول لك ليه. منتخب مصر دلوقتي نظريا هو جامد. نظريا لا هو جامد. لا مش جامد. المفروض ان هو جامد ازاي؟ انا قصدي اللي عايز اقوله يعني وهفهمك ليه قلت منتخب مصر جامد، ان بطوله الدوري انها تبقى كويسه او مش كويسه نظريا ده ملوش علاقه باللعيبه اللي فيها بيلعبوا في المنتخب ولا لا. انت المفروض يبقى عندك بطوله دوري قويه وفي نفس الوقت المنتخب بتاعك كويس، مش عشان هم محترفين المنتخب كويس. بس تونس والمغرب والجزائر والحاجات دي كلها ما بقوش في مشاكل عندهم في البطولات المحليه بغض النظر عن المنتخب بتاعهم. السؤال بقى ليك هنا اتفضل. ملوش علاقه باللي انا قلته. خلاص بيراميدز لو كسب الفاينل ده ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي هيتغير في بيراميدز، في الدوري، في الكره المصريه، في الزمالك اللي مرتضى منصور طالع امبارح يقول لك انت فرحان ببيراميدز اللي اخذ مكانك كزمالك. بيراميدز لو كسب دي حاجه اكيد كبيره. طبعا. ايه اللي هيتغير؟ بيراميدز اكيد هيتغير حاجات كتير تسويقيا. اسمه هيبقى موجود في المحافل الافريقيه اللي هو خد بطوله، دي حاجه كبيره جدا اللي انت تخش ضمن القايمه. تاني حاجه لا اسمه هيعلى، هيخش يشارك كاس عالم انديه، هيبقى هو مش هياخد مكان زمالك. خلينا بس نتكلم بالارقام. لو مستحيل يبقى مكان الزمالك، بينافس اهلي وزمالك الفتره الاخيره ماشي معاك وده طبيعي اللي بيفهم منافسه. احنا طول عمرنا اهلي وزمالك اهلي وزمالك اهلي وزمالك. طب احنا مش متعودين اللي يخش معانا فريق ثالث بيشارك. مفيش هقول لي من اخر 10 سنين كده حد كان بينافس اهلي وزمالك. اخر 10 سنين مفيش، بس قبل كده كان اخر 20 سنه بينافس الزمالك، بينافس اهلي وزمالك. بتتكلم فين في مصر؟ في الدوري. اوكي. في قبل كده اسماعيلي زمان من قد ايه الاسماعيلي؟ 20 سنه مثلا. ماشي انت بتتكلم في 20 سنه، ده فرق كبير، فرق اجيال نزلت واجيال بس ماتت. في حاجه اسمها ان انا اخد مكان الاهلي والزمالك؟ لا صعبه جدا. لا صعبه. التاريخ مش هيمسح تاريخ الزمالك اللي هو واخد 5 بطولات افريقيه واخد سوبر افريقي واخد كونفدراليه. التاريخ مش هيمسح كل ده، وانت تقول لي في سنتين الزمالك خلاص بقى بعيد عن المنافسه. وارد في كل الفرق وكل الدوريات اللي يحصل لفريق دروب. السيتي بيحصل له دروب، برشلونه بيحصل له دروب، اي فريق لازم يحصل له دروب، والاهلي بيحصل له دروب. الاهلي السنه دي خرج من افريقيا، سنه من السنين برضو خرج من افريقيا عادي. ده الطبيعي الصحي عشان تعرف تصحح خطا. الزمالك ما بيتعلمش بالكلام ده، انا معاك. مشاكله كتير لكن بيراميدز هيتغير تسويقيا محليا، وضعه هيبقى احسن عشان برضه هيفضل ما عندوش جمهور. مين قال كده؟ بص الفلوس بتعمل كل حاجه. فلوس تعمل ايه؟ وخلي بالك من حاجه، اعتقد النادي كفكر بقى ممكن يختلف. يعني هو النادي ممكن يفكر يبقى اجتماعي، ممكن يعمل شراكه مع نادي، يعمل شراكه وممكن يقدر يجلب جمهور خلاص، ويقدر يعمل شعبيه. اكيد في خطط هم حاطينها، يعني ما فيش حاجه ممكن معلنه دلوقتي، بس انا اقدر اعمل نادي اجتماعي،
اجيب اعضاء في النادي، ابدا في الماتشات يبقى الجمهور موجود، واحده واحده في الثلاث اربع سنين الجايين هيبدا يدخل الجمهور واحده واحده. انت عارف ايه تاني ممكن يجيب جمهور؟ ايه تاني؟ ان هو لو ابتدى يكسب ما ده اللي بطولات هنقوله لك. وابتدى يبقى نادي الناس بتحبه وتحب تشوفه، الاجيال بتتغير. ايوه كام ولادي وولادك هيطلعوا يقولوا احنا النادي ده كويس زيه زي الاهلي زي بس الزمالك. يخرج بره الحته بتاعت ان انا احط راس براس مع الاهلي، صح. لان خلينا نتفق برضو ان الاهلي 70-75% من الشعب. 80 ان شاء الله. يا عم 80-85 مش دي قصه، بس في الاخر انا لو هعادي هخسر قطاع كبير من الجمهور الموجود، ودي الغلطه اللي بيراميدز عملها. دي حقيقة. يعني تخيل العكس، ان بيراميدز جمهور الاهلي بيحبه، اعتقد كان بيراميدز شالوا فوق. كانت الدنيا اختلفت معاه تماما، اقول لك لكن عارف بيراميدز الجمهور اللي بيحبه كان خد الدوري السنه دي. سيب الدوري كان افريقيا، كان الجمهور الاهلي يروح يشجعه لكن دلوقتي لا. بجد. ما انا ده اللي اقوله لك برضو. كام جيل من الاهلي طلع، يعني الشباب الصغيره مثلا طلعت عشان الاهلي، بيشجعوا الاهلي عشان لو الاهلي بيكسب بطولات بطولات بطولات. عشان لو ابراهيم سعيد كان شهر احمر وقتها، ماشي تمام، وعمل اصفر بس المرحله دي كانت وعمل احمر. تمام ماشي، أيوة. وعمل بنفسجي لا احنا جبنا قصدي. تمام. كام جيل طلع بيشجع الاهلي عشان لا الاهلي بيكسب، وارد بيراميدز مثلا يبقى بياخد بطولات، فيبقى في اجيال صغيره طلعت تلاقي بيراميدز بياخد بطولات فبيشجعوا. ده وارده، هو اوروبا كلها الفرق بتاخد البطولات. لا لا بس الفرق عندها هم جمهور. اصلا فرق بتبقى هناك فرقه من بلد معينه او من مدينه معينه، والفرقه دي بتبقى ليك مرتبطه بالمدينه ثقافيا وحضاريا، وبيساهموا هم الاثنين بالظبط. في بناء حاجات في انشطه في المدينه. الموضوع مختلف خالص عشان كده. طب احنا دلوقتي عندنا مشكله ان الاعلانات نازله كمان 3 دقائق، فمش هينفع نطول اكتر من كده عشان الرعاه. ماشي. فمحتاجين في 3 دقائق كل واحد فينا يقول توقعاته للنهائي، وبيراميدز وصن داونز هيعملوا ايه، وخلاص بقى يعني مش خلينا بقى في لنا قصه. مش حابب قبل توقعات تدينا نبذه عن سان داونز ولا اصل هنقول ايه في صن داونز؟ هنقول ان هو اخر ماتشين دخل فيه جول في السيمي فاينال والكوارتر فاينال. هيلاعب بيراميدز دخل فيهم كام جول في الكوارتر فاينال لا والسيمي فاينال؟ وبرضه عشان انت بتقول دخل فيهم جون، كان بيلعب ترجي وبيلعب اهلي، فانت خلال 4 ماتشات يخش فيك جون، ده حاجه قويه جدا. خلينا نقول حاجه عايز مهمه. بيراميدز يعديه. خلينا نقول حاجه مهمه. يمكن النهارده السنه دي الناس كلها بتقول سان داونز وحش. سان داونز في النهائي. هو يعني صن داونز وحش، الناس بتقارنه بصن داونز اللي من 3 بتاع سنين الزمالك او من وصن داونز سنتين. بتاع الاهلي. طب يا جماعه انت بتقول عليه مش كويس والراجل في النهائي. دي حقيقة. يعني انا يعني مش عايز اعمل اسقاط بس على نادينا الحبيب، خلصنا نادي الزمالك. يا جماعه احنا مش موجودين. يعني انت عشان توصل فاينل اخر مره من 5 سنين، الناس فاكره 2020 ده اللي هو نهائي القرن بتاع قريب، من 5 سنين وشكلها عايزها 5 سنين كمان، لان بالوضع اللي احنا فيه ده انت عشان تخش البطوله اصلا محتاج لك 2-3 وهي مش قصدي حاجه، شوف اصلا من 2020 الاهلي خد كام بطوله بعدها بالظبط. بكلام مقارنه. فالزمالك ممكن يقعد 10 سنين ما يوصلش النهائي، وانت بتقول ان سان داونز السنه دي بكل بساطه اي حد قاعد بكل بساطه يا عم سان داونز ايه؟ الراجل في النهائي وشكله هياخد البطوله. وده ليه بس في ثانيه؟ لان انا متمرس في البطوله. يعني حسام قال في الاول انا بخش البطوله كتير، كل سنه في البطوله. كام سنه في البطوله؟ سان داونز بقاله 18 سنه بيشارك في البطولات، خد البطوله مره، بلاش اقول من مين. لا صعب عليا دي شويه، بس فريق متمارس في البطوله كل سنه في البطوله، ده بيديك تمرس. صح. لكن انا مثلا هتكلم على الفرقه اسقاط تاني، انا هروح كمان 5 سنين هتلاقي معظم اللعيبه اول مره تلعب افريقيا، فهتروح لك تلعب ماتش في تونس ولا في المغرب تيك مع السلامه. خلاص تقول حاجه في الموضوع ده؟ لا طيب توقع مين هياخد البطوله؟ 50-50، خليه رد دبلوماسي. ماشي، بس انت كده لو حد كسب مش هيطلع لك اي حاجه تقول بص الراجل ده معاه حق، ولو حد خسر مش ما انا كنت 50 هنا و50 هنا، يعني انا ماسك الكفه من ناحيتين. ماشي. طب ايه رايك نصورك انت بتقول بيراميدز مره ومره انت بتقول سان داونز؟ ماشي. و... بيراميدز ستوب سان داونز. ماشي. مين هياخد البطوله؟ بص انا عندي احساس ان بيراميدز يعني ما تفكرش. يعني بص هقول لك على حاجه، ما عشان لسه في ذهاب وعوده، هو مش ماتش واحد. ماشي. بيراميدز لو قدر ما يخسرش فوق ال 2-0 في الذهاب ممكن يعمل حاجه في العوده من غير ضحك. ليه؟ لان سان داونز بياكلك في الذهاب. يعني حتى ماتش الاهلي اللي اتعادل 0-0 سان داونز 3-4 كور كانوا ممكن يبقوا جوان، بس واحد قلش، واحد خلص غلط، واحد طلع. فسان داونز ممكن بسهوله جدا الماتش يبقى 0-0 او يبقى 5-0. فبيراميدز لو قدر يخليها 2-0 في الذهاب كحد اقصى يعني ممكن يقدر يعمل حاجه. توقعاتي اعتقد ان سان داونز هيكسب البطوله. انا معاك اسالك طبعا. انا معاه في حته، هو لو بيراميدز بس الدنيا فتحت معاه في الاجوان خلاص الماتش عوده مش هيبقى ليه لازمه. حابب اسمع رايك يا باشمهندس علاء. بيراميدز محضر جدا. لا انا في مايك ما تقلقش. بيراميدز محضر جدا. بيراميدز محضر كويس جدا للبطوله دي، محضر كويس جدا للفاينل. هو عارف ان البطوله دي هتفرق معاه في تاريخه اللي جاي كله. بس هيخسر، وفي الذهاب وفي العوده
مش هدخل جون خالص، يا اما هيدخل جون واحد بس. سؤال، البطوله دي مش بتاعته. سان داونز مش هيسيب فرصه دي. لا. من شهر كان ممكن يبقى فيه فرصه، لسه لكن هو دلوقتي الدوري ضاع، ماتشاته كلها وحشه قوي. بالعكس انت ممكن الدوري ضعف فهو يركز بقى في. بس انا بقول لك يعني رغم كل السبورت اللي هتجيلهم المادي، لكن معنويا الناس دي مش قد سان داونز ومش هيكسب. انت شايف فريق بيراميدز اصلا مؤهل لو يكسب بطوله بطوله عامه عموما؟ سيبك من كاس مصر اللي هو خده. آه. دي مش كاس مصر، مش يعني مش بطوله قويه، انت 5 ماتشات بقيت بطل والله 3 ماتشات. انا اقول لك رايي صريح جدا في الموضوع ده. رغم كل التريقه اللي بتحصل على بيراميدز، انا شايف ان هو ماشي بطريقه مثاليه في ان هو يبقى نادي بيعرف يكسب بطولات، اللي هو يوصل ويخسر والناس تهاجمه وتشوف ايه مشكلته ويوصل تاني ويخسر، يفضل يتضرب ويتعلم لحد ما يشوف كل مشاكله، لحد ما يبقى يوم ما كسب البطوله هيبقى خدها وهو مستحق ليها جدا، ومش هيعرف بعد كده يبقى نادي عادي. هو أنا بس شايف إن دي- انا معاك، هو بس عندهم نقطه ضعف. يعني مثلا الاهلي دايما عنده مينيمم في الوحاشه، اللي هو آه. مثلا 6 من 10. مم. يعني الاهلي في اسوأ حالاته هيديك 6 من 10 في الملعب. بيراميدز ممكن يديك 0 من 10، مم. ممكن يديك 1 من 10، صح. وممكن يديك 10 من 10. فهو 6 من 10 دي مش ثابته دي عنده، حقيقة. فانت ده مش ضامن. بيروح ويجي كتير قوي. بالظبط. بس عشان ما ننصفش بقى، ننصف بيراميدز في حاجه. بيراميدز في خلال من 2019 لحد النهارده هم لعبوا كذا نهائي، يعني لعبوا 3 نهائي كاس مصر، لعبوا نهائي قاري الكونفدراليه، وده نهائي تاني نهائي قاري ليهم من 2019 لحد النهارده. فعملوا انجاز ان هم يلعبوا 2 نهائي قاري في 5 سنين. اكيد دي حاجه حلوه كويسة. جدا. دي حاجة. ما في انديه بتقعد بال 20 سنه ولا 40 سنه عمرها ما تعمل الكلام ده. اكيد. طيب شرفتني ونورتني يا كابتن حسام. حبيبي. والله الواحد كل مره يقعد معاك بيحس ان هو قاعد في كده حفلة حياته. يعني. الله يكرمك يا رب. الله يعزك. كابتن مصطفى الصحار، دوله طيب. الصحار. الانتاج عايز تقول حاجه؟ شكرا جدا جدا. عايز بس اقول حاجه اخيره قلتها قبل كده، يا ريت تسمعوا الكلام، ما حدش يتفرج عليه غير لما يكون خلص كل يا واجباته. كابتن غير لما يكون خلص كل واجباته العائليه والدينيه قبل ما يتفرج. معلش انا عندي تعليق تاني. ما ينفعش كده. احنا 170، لا احنا ما ينفعش عاوزين كده. بقينا 170 ثانية، سبسكرايب. الناس دي مصطفى. اتفضل. 170 سبسكرايب، آه. عاوزين نقفلهم 200. احنا مش قلنا هنحط محتوى كده للحياه؟ مش في قنوات بتعمل كده؟ لا احنا ناس محترمه طيب. ويتفرج علينا ناس محترمه يا جماعة، وهيقدرونا الناس المحترمة. مكافاه للسبسكرايبر رقم 200 باذن الله. إيه؟ مكافاه لسه مش عارف. تيشيرت سان داونز. سلام يا شباب، سلام.